الحاجة هم ماسة إلى حفظ الإنسان عند المنام، أن الإنسان حقيقة عند النوم يحتاج إلى حفظ الله عز وجل لسببين. السبب الأول لأن الروح في المنام تتجرد عن البدن، تخرج من البدن ولا يبقى لها إلا شعاع في داخل البدن، بهذا الشعاع يتنفس وأجهزته تعمل ويتقلب في فراشه يمينا وشمالا. أما باقي فعاليات الروح يفقدها الإنسان، الفكر يروح منه، العلم يروح منه، الشعور والمشاعر تروح منه، بس حركة فيزيائية للبدن، لأن الروح تخرج من البدن. الآية الشريفة هم صريحة بهذا المعنى. بهذا الخروج تتصل الروح بعالم الملكوت، ترجع إلى أصلها، إلى عالم الملكوت. وبعض الرؤى الصادقة ناشئة من هذا، أن الروح تتصل بعالم الملكوت فترى الأشياء، ترى الحقائق. الرؤى الصادقة من هذا القبيل. والرؤى غير الصادقة هنا يلحقها الشيطان والجن الشرير فيوحي إليها. إذن الرؤى غير الصادقة منين يحصلها الشيطان؟ بالنوم، لأن الروح تتجرد فيبدأ يراويها ويعكس عليها الصور غير الصحيحة. أما الرؤى الصادقة لا تتصل بالملكوت حقيقة وترى الحقائق. الأمر الثاني أن النائم لا يلتفت إلى ما يقع عليه، نائم بعد هو، فربما عبث به الجن أو الشيطان. زين، هذه الرواية لاحظوا الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول، رواية هم في الكافي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أوى إلى فراشه يقرأ آية الكرسي ويدعو بهذا الدعاء ويطلب من الله الحفظ في نومه وفي يقظته، مو فقط في يقظته. هنا قد يرد سؤال، يسأل سائل: هل النبي والمعصوم بشكل عام يمكن أن يؤذيه الجن والشيطان أم لا؟ هل عصمة النبي وعصمة المعصوم تعصمه من أذى الشيطان ومن أذى الجن؟ هاي الروايات تقول لا، إلا إذا تحرز بمثل آية الكرسي. الله عز وجل يعصم نبيه وأولياءه من الجهل، يعصمهم من القبيح، يعصمهم من الذنب، يعصمهم من كل نقص، ولكن لا يدفع عنهم الأذى. الأذى موجود لأنهم قدوة إلى البشر، ولذلك يقتلون، ولذلك يعذبون ويسجنون. بعض الأذى من البشر، بعض الأذى من الجن ومن الشيطان. الأذى لا يتنافى مع العصمة. أن النبي يتأذى يؤذيه الناس، هذا يتنافى مع العصمة؟ لا. إذا كان يرتكب خطأ أو يرتكب ذنبا أو يرتكب قبيحا بسبب تأثير من الجن أو تأثير من الشيطان، هذا يتنافى مع العصمة. الشياطين والجن يسعون، يبذلون قصارى جهدهم لإيذاء أولياء الله، ولكنهم لا يصلون، لأن الولي معتصم بالله، الله عز وجل يدفع عنه كل ما يوجب النقص. أما الإيذاء الله عز وجل لا يدفعه عنه. لاحظوا مثلا في قوله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يتقولون على النبي أقاويل. من الأقاويل أن أي واحد من الناس كان يدخل على رسول الله يخبره بالخبر يصدقه. الله عز وجل يقول هذا يبلغ النبي فيؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العصمة ما تتنافى مع الإيذاء، الإيذاء شيء والعصمة شيء آخر. هؤلاء هم المنافقون وغير المنافقين كانوا يبذلون جهودا كبيرة لأجل إيذاء النبي صلى الله عليه وآله. وبعض الإيذاء من المشركين بعيونهم، بالعين، العين اللي هي واحدة من المشاكل الروحية في البشر، العين. الله عز وجل يقول في رسول الله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون.
بالعين يحاولون، وأكو محاولات وروايات هم موجودة أنهم ما تمكنوا على رسول الله صلى الله عليه وآله بالوسائل الطبيعية فجاءوا إلى الوسائل غير الطبيعية، بالعين أرادوا أن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله. في بعض التفاسير كتفسير كنز الدقائق يقول أجمع المفسرون على أن هذه الآية في إصابة النبي بالعين. إصابة النبي بالعين شنو هي؟ أذى يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذا النبي كان يتحرز بآية الكرسي، يتحرز بالأدعية، يتحرز بالأذكار حتى يدفع عن نفسه الأذى. وكان يقول لو كان شيء يسبق القدر لسبقه العين، العين تصيب. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرز الحسنين بالأحراز حتى يدفع عنهم العين والسحر والحسد. لاحظوا مثلا في الكافي هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وآله حسنا وحسينا، فقال شنو كان في هاي الترقية؟ الترقية يعني العوذة اللي فيها أذكار وأدعية للتحصين. قال أعيذكما بكلمات الله التامة وأسمائه الحسنى كلها عامة من شر السامة والهامة ومن شر كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد. يحرز الحسدين حتى لا يصابا بالأذى. إذن المعصوم الله عز وجل يعصمه من النواقص، من القبائح، من الذنوب، من الجهل، ولكن لا يدفع عنه الأذى. الأذى ممكن أن يتوجه إليه لأنه قدوة إلى الناس. فإذا تحرز رسول الله صلى الله عليه وآله بآية الكرسي في منامه حتى لا يؤذيه شيطان أو يؤذيه جن في منامه، بالآية يتحرز عن أذاهما، كما أنه في الحرز وبالدعاء يتحرز من أذى عيون الناس ونحو ذلك. فرسول الله كان هكذا يحرز الحسنين، فإذا انتهى من هذا التحريز كما يقول أمير المؤمنين، يقول ثم التفت النبي صلى الله عليه وآله إلينا فقال هكذا كان يعوذ إبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق. في قضية يوسف هم شاهد على هذا المعنى، أن الشياطين والجن، شياطين الإنس وشياطين الجن، يسعون لإيذاء أولياء الله، ولكن أولياء الله يحصنهم الله عز وجل بالعصمة عن النواقص، وهم يحصنون أنفسهم بالأدعية والأذكار والآيات عن النواقص، عن الأذى والضرر. لذا في قوله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كان المشركون يؤذون النبي ويطالبونه بأن يكون معهم ولو يوجد هدنة مع أصنامهم، لا يذم الأصنام، لا يكسر أصنامهم. هاي الآية تقول بتثبيتنا ثبت. وهذا ما سابقا ذكرناه أن المعصوم بالله هو كل شيء، من دون الله هو لا شيء. فهاي النكتة ينبغي الالتفات إليها.